شاقه وصعبه لانه بيلاعب ليفربول بعد ما عنده العلامه الكامله في كل الماتشات، ورغم الهشاشه الدفاعيه اللي عنده لكن مازال بيقدر انه يعوض. صلاح ما بقاش لوحده زي الاول، في سنه الانانيه والحته اللي بتاثر على اداء صلاح وبقيه الفرقه انه عايز ياخد الكره هو اللي يحطها. وعوده فريمبونج وعوده كمان برادلي اصبح بقى فيه منافسه جميله جدا وكومبيتيشن خلقها تاني ارني سلوت زي ما كان عاملها السنه اللي فاتت بين كيرتس جونز وسوبوسلاي، وعلت من سوبوسلاي جدا جدا لو خدنا بالنا. والاثنين بيلعبوا لما بينزلوا بيأدوا اداء كويس، خاصه كمان تحركات برادلي مع صلاح في فهم لبعضه، في هارموني اعلى شويه صغيره. طريقه لعب المعتاده بتاعه سلوت هياها الأربعة 3 قعدة مثلث لتحت، 2 في نص الملعب قدامهم 1 وقدامهم 3 4 3 3 لكن بشكل 4 2 1 3. الشكل المشتق من خطة كلوب. لكن السنة دي تحس ان ماكاليستر يعني عدم بدايته من بداية الموسم. الماتش اللي فات سوبوسلاي اللي لعبه كان بصراحة مش كويس خالص في المكان ده، واهداف يعني سهلة جدا. الراجل واقف على حدود المنطقة لوحده ما حدش بيكلمه حتى بعد ما ماكاليستر نزل. وفي الشوط الاول كذلك نفس الكلام لما كان سوبوسلاي وخرابنبرغ. لو كنت شفت سلوت وهو بيتكلم وبيقول ان إيساك مش جاهز انه يلعب 3 ماتشات في الاسبوع، هتفهم شوية ان هو مش عايز يبتدي بيه قدام ايفرتون في تاركوفسكي، ايفرتون في ديكوري ولاعيبه بتلعب بقوه، في مايكلونكو اللي ممكن نشوفه، اوبراين وجارنر. كنا بنشوف دايما اصابات عاليه جدا. الناس اللي بتتكلم على ارض السوت وتقول محظوظ، اتفرج على الراجل بيعمل ازاي. يعني الراجل عنده فكر وفكره واضح جدا. الناس اللي بتقول عليه يعني مدرب محظوظ وخلاص، مفيش حاجه اسمها حظ موسم كامل، مفيش حاجه اسمها حظ 6 مباريات. ده معناه نجاح يا جماعه، ده معناه ان الفرقه جاهزه، ده معناه ان الراجل ما بيخرجش ذهنيا ولا لعيبته بتخرج من الماتش ذهنيا وتسيب المباراه وخلاص. عامه هو عنده الادوات انه يقدر يباغت ليفربول. دفاعات ليفربول مش افضل حال. كيركس بصراحه حاجه سيئه جدا جدا، ولو لعب في المباراه دي وظهر باداء مش جيد، وانا اعتقد ان هو اللي هيكون الاساسي، فهتبقى مشكله بالنسبه له اللي الناس كلها بتتكلم عنها. دخل زي القطر ال1 2، ودي المشكله اللي كانت ما بتحصلوش لما فيرتس كان بيبقى ياخد الكوره ما بيديهالوش ال2 وعايز يبص حواليه. قبل كده كان اللعيبه بتاخد الكوره دي تديها لصلاح على طول، عارفين ان صلاح هيقدر يعمل حاجه. بتلعب مع 11 لعيب، مهم جدا انك تسند على بقيه اللعيبه. خد الكوره ودخل بين الثلاثه، قعدوا يزقوا فيه، حطها يعني باقتدار. محمد صلاح يا جماعه بحته المنتخب، يعني طريقه لعب المنتخب، القماشه اللي بتلعب حواليه، بص كويس شويه، خليك منصف وبص على اللعيبه اللي بتلعب جنب محمد صلاح سواء في ليفربول او في منتخب مصر. اعتقد ان خاجبو برده هو اللي هيبدا، وهيكون في ايكيتيكي اللي موجود في الماتش ده. الماتش ده متوقع طبعا ان الشوط الاول على الانفيلد هيحاول ليفربول يمسك الكوره تلت ساعه تك تك تك، لكن ايفرتون هيستحمل الضغط ده لحد امتى؟ هو ده اللي هيحدد نتيجه الماتش ده.